لو بتحس بشد عضلي مفاجئ، نومك مش متظبط، بيحصل لك أرق أثناء النوم، حاسس إن أنت كسلان وهمدان باستمرار، أحب أقول لك إن جسمك بيصرخ وبيقول لك أرجوك اديني مغنيسيوم. تعالى في الفيديو ده أقول لك ليه المغنيسيوم مهم جدا وأنهي نوع اللي تستخدمه كرياضي. بالمناسبة المغنيسيوم ليه أنواع كتير، ليه 5 أنواع، في أنواع منهم ملهاش أي فايدة. أنا عايز أقول لك إن المعدن ده اللي هو المغنيسيوم بيدخل في أكتر من 300 عملية حيوية في جسمك، يعني من غيره أو لو نقص في جسمك ولا انقباض عضلات ولا انبساط ولا نوم سليم ولا راحة ولا فوقان ولا أي حاجة سعادتك. فتعالى نبتدي الفيديو بتاعنا بفوائد المغنيسيوم وأقولهم لك على السريع. الفايدة الأولى من فوائد المغنيسيوم إن هو بيدعم عملية الريكفري وبيقلل الشد العضلي اللي بيحصل لك، فبالتالي هتحصل على تمرين مريح أكتر دون شد عضلي. الحاجة التانية، المغنيسيوم بيقلل هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، ينتج من التوتر وكده، وبيدخلك في مرحلة النوم العميق. ده الايه؟ ده المغنيسيوم مش الكورتيزول. هو لما بيقلل الكورتيزول فبالتالي بيهديك، يخليك تسترخي، تدخل في مرحلة النوم العميق. وعشان تبقى عارف، بناء عضلات بيحصل اثناء النوم العميق. الحاجه الثالثه ان المغنيسيوم بيدخل في تصنيع الاي تي بي. الاي تي بي دي وحده الطاقه في الجسم، يعني ببساطه شديده المغنيسيوم بيدخل في زياده كفاءه قوتك العضليه. اما بقى بالنسبه للحاجه الرابعه، فاحب اقول لك ان المغنيسيوم بيساعد في تخليق البروتين، يعني بيحول البروتين اللي تاخده من الاكل لعضلات وريكفري العضلات اللي انت مزقتها وانت بتتمرن. زي ما انت شايف فوائد المغنيسيوم لا غنى عنها وفوائد مهمة جدا. تعال بقى اقول لك الانواع بتاعته وتستخدم ايه وايه افضله. اول نوع معانا هو المغنيسيوم الجلايسينات، واحب اقول لك ان ده افضل انواع المغنيسيوم. ده بيهدي الاعصاب، بيدخلك مرحلة النوم العميق، بيزود الاستشفاء وبيزود الطاقة. كل ده في النوع ده بيتاخد قبل النوم ب 30 ل 60 دقيقة. واصح احب اقول لك ان النوع ده بالتحديد من المغنيسيوم خفيف جدا على المعدة، فمش هيكركب لك معدتك ولا هتحس باي حاجه. في نوع تاني من المغنيسيوم اسمه مغنيسيوم سيتريت، ده مختص اكتر بالهضم، يعني بيسهل لك عمليه الهضم. بيستخدموا الناس اللي بيعانوا من الامساك بشكل دائم، وبيتاخد مع الوجبات. اما النوع الثالث من المغنيسيوم اسمه مغنيسيوم ماليت، ده بيشتغل اكتر على مستويات الطاقه وان هو يقلل الم العضلات، وبيتاخد قبل التمرين او الصبح على الريق. في نوع رابع من المغنيسيوم اسمه مغنيسيوم اوكسايد، وده بيستخدم غالبا لعلاج الحموضه، يعني ده مش قصتنا قوي. وفي نوع خامس اسمه مغنيسيوم سيريونيت، وده بيأثر على الوظائف الإدراكية زي التركيز وكل الوظائف اللي احنا عارفينها دي. بالمناسبة ده النوع الوحيد اللي بيقدر يوصل للمخ. طيب هل مكمل المغنيسيوم أصلا مكمل مهم؟ خليني أكلمك بصراحة، احنا أكلنا في كميه مغنيسيوم مش كبيره، فانت غالبا هتحتاج مكمل مغنيسيوم، وخاصه لو انت عندك مشكله او عرض من اللي احنا عاملين نتناقش فيها طول الفيديو. جرعته